السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. يلا نشوف هنعمل جراب الريموت ده ازاي. عندي بنطلون جينز، طبعا مش محتاجاه. هقص منه جزء على قد جراب الريموت. الجراب خلاص يعني ربنا يرحمه. بنحاول نلحقه في أنفاسه الأخيرة، لأنه تقريبا بيطلع في الروح. فلازم ألحقه وأغطيه. وكل لما أشتري جراب جاهز أقسم بالله يعني ما يكملش أسبوع. وطبعا ريموت الريسيفر دايما ما بيكملش الشهر، فلازم نلحق يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. فدلوقتي أنا هقص جزء من القماش حوالين داير الريموت، وهنشوف الشكل اللي هقصه. هتعرفوه في الاخر او هتشوفوه بعد ما يتقص ملامحه شكلها ايه. هنعتبره جراب بغطا، يعني هنعمل له غطا. زي ما انتم شايفين انا سايبه زيادات حوالين الريموت كله. ده اللي هيبقى الغطا اللي هيتقفل على الجراب. هقص الشكل ده وارجع اوريكم شكلها بقى ايه. كده انا بحدد كله. كده انا قصيته قدامكم اهو. كده في زياده، فانا بالظبط بقى هاخد مقاس الجراب بالظبط، قصدي مقاس الريموت بالظبط، عشان برضو هفرغ الزياده اللي هو النص سنتي اللي انا سايباه زياده حوالين الريموت. هفرغه واوريكم شكله هيبقى ايه. كده انا فرغته. الجزء اللي انا قصيت فيه القطعة دي ما بانش، بس دي كانت شنطة لعبة بتاعت بنتي الصغيرة كارما. قصيت القاعدة واكتشفت ان انا ممكن استغلها برضو. بس دلوقتي انا هاخد المشمع بتاع الكيس، متين وحلو، وهنستخدمه كغطا للجراب. هنشوف برضو هنستخدمه ازاي. بلزق في القطع السليمة من القماشة اللي انا قصيتها. بحط كمية شمع كويسة حوالين الفراغ ده كله، وهلزق عليه البلاستيك او المشمع او ايا كان البلاستيك الشفاف، علشان طبعا الريموت بيبقى عايز الجزء اللي فوق شفاف. وهقص الزياده كلها. زي ما انتوا شايفين كده انا قصيت الزياده كلها، ومش هحتاج الباقي دلوقتي. بس اوعي ترميه، احنا دايما بنحتاج كل حاجه، ما بنرميش حاجه وما بنشتريش حاجه اهو من بره البيت. زي ما قلت لكم دلوقتي انا بنتي جابت لعبه، ارمي الكيس بتاعها؟ لازم استغله. استغلي كل شيء موجود في بيتك. حاجه مش هتنفع في شيء هنلاقيها بتنفع في شيء تاني. مفيش حاجه بتترمي ومفيش حاجه ملهاش استخدام. كده برضو انا قصيت جزء تاني على قد الريموت بالظبط، وهنلزق ده على ده ونشوف الشكل هيبقى ايه. غلطت في الاول، بس زي ما انتم شايفين. بس انا بقى مش هلزقه، انا هخيطه. الاول كنت هلزق، بعد كده فكرت ان انا اخيطه
علشان يبقى ثابت اكتر، ما يتفكش اكتر. وكده كده استخدام الريموت ده مش بيبقى كتير، مجرد فتح وقفل الشاشة فقط. لكن ريموت الريسيفر هو اللي بنستخدمه كتير. هخيطها كلها وارجع اوريكم شكلها. كده انا خيطتها كلها، شايفين في حتت زيادات وفي شكل مش لطيف، كله بيتظبط في الاخر. هنشوف في الاخر هنعمل له ايه. دي كلفة موجودة برضو عندي، كنت شارية لحاجة والجزء ده فاض فلازم استخدمه برضو يعني. هلزقها حوالين داير المكان ده كله واوريكم شكلها. كده زي ما انتم شايفين انا لزقتها، ومن ورا كمان غلفت كل الخياطة وما بقاش فيه اي حاجة باينة. ودي جزء من السكوتش اللي بيلزق. هلزق من ناحية وهقفل عليها بالتانية. حابة تخيطيه مفيش مشكلة تخيطيه، بس زي ما قلت لكم الريموت ده استخدامه قليل، او ان احنا هنفكه ونرجعه الجراب تاني استخدام قليل، ويمكن يعني ما يتفكش من الجراب. سوري على اللقطة دي. التليفون وقع. كده خلاص انا حطيت الريموت في الجراب زي الفل، مفيش اي مشكلة. غلفته بقى شكله زي الفل، حافظت عليه. مش باين ان هو بيطلع في الروح، مش باين ان الغطا بتاع الحجارة خلاص اتكسر. كده تمام 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 زي ما انتوا شايفين زي الفل. لو موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتصلوا بينا على النبي ونشوف هنعمل ايه بالجزء التاني. زي ما قلت لكم الجزء بتاع القاعدة بتاعة الريموت حبيت استغلها، هي اصغر طبعا من الريموت الكبير، فاستخدمتها بقى في الريموت الصغير. قصيت برضو قطعة جينز بسيطة حوالين الريموت، ودي فتحة عادية بقى مش بغطا ولا اي حاجة. وغلفت مكان ما لزقت بالشمع. بصوا بقول لكم ان الريموت اساسا متدمر، ومش قادره اقول لكم ظهره شكله ايه، برضو متدمر ومتلزق وحالته صعبه، بس في الاخر طلع شكله حلو جدا. برضو حافظت عليه، برضو شكلا جميل، غلفته بشكل حلو. اي قطعه كلفه، اي قطعه جوبير، اي استراس، اي حاجه موجوده عندك ممكن تلزقي بيها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشرفوني بالقناه. والسلام عليكم.